تعرفوا ليه معظم مشاكلنا النفسية والاجتماعية تبدأ من كلمة واحدة؟ الكلمة دي هي أيوة. كل ما حد يطلب منك حاجة بتقولها من غير تفكير، حتى لو مش قادر، حتى لو هتتعب، حتى لو مش عايز. اعمل لايك واشترك في القناة، وتعالوا نعرف مع بعض ازاي تقول لأ من غير ذنب، من غير خوف، ومن غير ما تخسر حد. قبل ما نتعلم ازاي نرفض لازم نفهم ليه أصلا بنخاف نقول لأ. أول حاجة الخوف من النظرة الاجتماعية. عندك صورة في دماغك إن اللطيف هو اللي ما بيرفضش حد، بتخاف تبان انتهازي أو قليل الذوق لو قلت لأ. تاني حاجة الإدمان على القبول. كل ما حد يشكرك أو يمدحك بتحس إن ده جرعة بتعوضك عن التعب، لكن مع الوقت بتبقى عايز المدح ده حتى لو كان على حساب راحتك. تالت حاجة تقدير الذات الوهمي. بتبقى عايز تثبت لنفسك إنك شخص كويس أو مفيد. المشكلة إن تقديرك لذاتك بيبقى معتمد على إرضاء الناس، مش على احتياجاتك انت تعرف ان كلمة لأ مش جريمة؟ وتعالى نشوف الفرق ما بين الخرافات والحقيقة. في ناس كتير متخيلين ان كلمة لأ هي حاجة وحشة، وخلينا نعرف ازاي. الخرافة بتقول ان الرفض معناه عدم الاهتمام، والحقيقة بتقول ان الرفض الصح معناه انك مهتم بنفسك اولا وبالعلاقة ثانيا. الخرافة التانية بتقول ان اللي بيقول لأ ده شخص اناني، بس الحقيقة اللي بيقول لأ باحترام ده شخص واضح وصادق مع نفسه ومع غيره. الخرافة التالتة بتقول انك لو رفضت الحاجة المطلوبة منك هتخسر الناس، بس الحقيقة بتقول ان اللي بيحبك بيفهمك، واللي مش بيفهمك مش فارق معاك. الكاتب قال لنا ازاي تقول لأ من غير ما تخسر حد، وقال لنا طرق علمية على كده. وعشان ما تبقاش عدواني ولا ضعيف، الكاتب قال اللي فيه 3 مستويات للرفض، وكله حسب الموقف طبعا. قال لك اول حاجة الرفض اللطيف. والله يا صاحبي نفسي اساعدك بس ظروفي صعبة النهاردة، خليها بكرة. تاني حاجة الرفض الحاسم، اللي هو انت هتقول آسف مش هقدر اساعدك النهاردة، عندي التزامات تانية. تالت حاجة الرفض الجذري، واللي هو الموضوع ده مش مناسبني خالص. والكاتب قال لنا كمان ازاي تقول لأ في المواقف الحياتية بشكل فوري. لما حد يطلب منك مساعدة وانت تعبان هتقول له لأ مش هقدر النهاردة بصراحة. ولو حد بيتعدى حدوده هتقول له لأ أنا مش مرتاح للموضوع ده، من فضلك ما تطلبش مني الطلب ده تاني. ولو حد حاول يستغلك عاطفيا هتقول له أنا مقدر ظروفك بس مش هقدر أساعدك. ولو حد طلب منك حاجة فوق طاقتك هترد وتقول إن ده فوق إمكانياتي حاليا. ولو حسيت إنك بتضحي بمصلحتك علشان حد هتقول له آسف عندي أولويات تانية النهاردة. إزاي بقى تتدرب على الرفض؟ الكاتب قال لنا تمارين عملية، زي إنك تقف قدام المراية وتكرر وتقول لأ مش هقدر، لأ مش مناسبني، وتبدأ بالمواقف الصغيرة. ارفض طلب بسيط زي مش هقدر أجي النهاردة، أو زي ما كلنا بنقول ظبط وكلمني. وفي تقنية اسمها التأجيل الذكي، وهو إنك هتقول أنا هفكر في الموضوع وأرد عليك بكرة، وبعدين تقول له لأ بمنتهى الأريحية. ولازم تبقى عارف إن كلمة لأ هي مش سيف بيقطع العلاقات. جرب النهارده تقول لأ على حاجة ممكن تضايقك، واكتب في الكومنتات ازاي كانت النتيجة. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.